اغلبنا شاف فيلم ات، وزي ما كلنا عارفين ان الكاركتر الرئيسي بتاعه هو بينوايس. وايوه، هي دي الشخصيه اللي هحاول نفسي ليها النهارده. جهزوا نفسكم بقى ورحبوا معايا بسلسلتنا الجديده تحويل نفسي الى. اهلا بكم يا شباب في قناه ماندو ادفنشر، واللي بيقدمه احمد اللي هو انا. والنهارده هحاول نفسي في اول حلقه في السلسله بشخصيه بينوايس. فاخترت الصوره دي اللي اعدل عليها، واللي على فكره كان اصلها كده. وايوه، زي ما انت ممكن تكون خدت بالك كده، هي نفسها صوره البروفايل. فالصوره دي تعبت معايا قوي يا جماعه، عشان كده مش عارف الصوره هتظبط في الاخر ولا لا. بس بقول لك ما تيجي نغامر. تمام، مبدئيا كده دي الصوره بتاعتنا. اول حاجه هقص جزء الجبهه ده فلير لوحده، وبعدين اخد الشكل واحطه على راسي واعمل له وورد، وابدا اظبط ابعاده عشان يتناسب مع الراس. بعد كده هجيب الفرشه وامسح الاطراف عشان يكون شكله اكتر واقعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبدا اروح لتاثير الكوافاي واظبط ملامحي بحيث انها تكون قريبه الى حد ما من بينوايس. تقريبا كده انا بقيت شبه ميجا مايند اكتر. المهم هجيب تاثير الفايبرنس واسحب الالوان من الصوره عشان تكون البشره لونها ابيض، وهبدا اشيل التاثير من على العين ومن على وبعدين نفس الفكره هبدا اطبقها على الجزء بتاع المناخير. وبعدين بدرجه لون معينه هبدا الون الحتت اللي انا شلتها من تاثير الفايبرنس، وهقوم ساحب الفرشه كده عشان تعمل لي الخط ده. وبعدين هبدا اشيل التاثير من على العين الاتنين، وبعدين بطبقه هي ساتوريشن هبدا الون عيني بالشكل ده. هنعمل طبقه السوليد لاير باللون الابيض، ونعمل انفيرت ماسك وابدا الون بشرتي باللون الابيض. وبتاثير الاكسبوجر هبدا الون حوالين عيني باللون الاسود كده. نفس الفكره هطبقها على العين التانيه. نيجي بقى لمرحله اللبس، وهنا انا ضغط على مجيب الستوك دي، وهنا هبدا اظبط مقاسات الطقم على جسمي بالظبط. وبالفرشه هبدا اشيل الاجزاء اللي انا مش عاوزها. وهنا جبت الملمس ده وبدات اغير المود بتاعه وخليته مالتي بلاي، وعملت انفيرت ماسك وبالفرشه مشيتها على الاجزاء اللي انا عاوزها. تمام كده الى حد ما، بعيدا عن الشكل اللي انا مش طايقه من اول الفيديو ده. هبدا بعمل شادو تحت ياقة القميص على الطقم عشان تبان اكتر واقعيه. جينا بقى للمرحله اللي انا مستنيها من بدري، وهي شعر بينوايس. على فكره انا ضغط برضه على ما اجيب الاستوك دي. هبدا بقى اظبط الابعاد برضه، وبالفرشه هبدا امسح المناطق اللي انا مش عاوزها. وهبدا اعمل شادو برضه على راسه وعلى الشعر. وبعد كده هظبط تمام الطقم والوانه، وهسيبكم بقى مع انشاء الباك جراوند. فيديو سريع، اتمنى تستمتعوا.
الصورة ممكن تتعدل أحسن من كده بكتير. فبما إني خلصت الكاميرا رو فلتر، يلا بينا نشوف الصورة النهائية. طيب كده نكون خلصنا حلقة النهاردة. النتائج بالنسبة لي دلوقتي عجباني إلى حد ما، وده لأن أنا عامل الصورة من فترة كبيرة بس نزلتها دلوقتي. المهم عاوزك تشاركني رأيك، ويا ريت لو عندك أفكار كويسة للسلسلة دي يا ريت تقولي تحت في الكومنتات. وأخيرا أتمنى أشوفك في الفيديو الجاي.